السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي مع الدرس الأول في الوحدة الرابعة، وهنتكلم عن التوسع الاستعماري الأوروبي في قارة إفريقيا. وأول حاجة لازم نعرفها، ليه أصلا الدول الأوروبية اتجهت نحو قارة أفريقيا؟ يبقى لما يقول لي بما تفسر اتجهت الدول الأوروبية نحو قارة أفريقيا، أقول له واحد لاستعمار أراضيها يعني احتلال قارة أفريقيا. اتنين، قال لك تكوين إمبراطوريات لها في تلك المناطق، وإمبراطورية يعني دولة كبيرة. طب تعال نشوف مراحل استعمار قارة أفريقيا. طب يعني إيه أصلا كلمة استعمار؟ قال لك هي سيطرة دولة على أخرى سياسيا واقتصاديا وثقافيا. طب ليه؟ قال لك لنهب ثرواتها الطبيعية واستغلال أراضيها وشعبها. طب تعال نشوف الاستعمار الأوروبي مر بكام مرحلة؟ قال لك مرحلتين. طب المرحلة الأولى قال لك ارتبطت بحركة الكشوف الجغرافية الأوروبية. كان الأوروبيين في الوقت ده بيستكشفوا قارات جديدة، وبدأوا يستكشفوا قارة أفريقيا في القرن ال15. يبقى بدأت في القرن الكام؟ قال لك ال15. طب المرحلة الثانية قال لك ارتبطت فيها الاستعمار بالثورة الصناعية. طب يعني ايه أصلا ثورة صناعية؟ قال لك عبارة عن تحولات علمية واقتصادية واجتماعية كبرى. نتيجة ايه؟ قال لك اكتشاف الآلة البخارية. طب يعني ايه الآلة البخارية؟ يعني آلات بتعمل بالبخار. طيب الثورة الصناعية دي بدأت فين؟ هنقوله في بريطانيا. طب امتى؟ في منتصف القرن ال 18. ثم ايه اللي حصل؟ قال لك انتشرت في كل أنحاء أوروبا. طيب الثورة دي أدت ليه؟ قال لك تحول الأوروبيين من الزراعة إلى الصناعة، وبدأوا يعتمدوا على الآلات قال لك الحديثة. طب ايه النتيجة المترتبة على الكلام ده؟ قال لك رقم واحد، زيادة الإنتاج بشكل يفوق احتياجات الدول المنتجة. يعني إنتاجهم بقى كبير جدا لدرجة إنه أكتر من احتياجات السكان نفسهم. اتنين، قال لك تضخم الثروات ورؤوس الأموال. يبقى النتيجة المترتبة على التحول من الزراعة إلى الصناعة قلنا زيادة الإنتاج، تضخم الثروات ورؤوس الأموال. طب تعال نشوف إيه اللي حصل. قال لك الاستعمار الأوروبي بدأ يحتل معظم القارة الإفريقية. زي دول مين؟ قال لك زي بريطانيا، زي فرنسا، زي إيطاليا، زي أسبانيا، زي البرتغال، زي بلجيكا، وطبعا مصر وقعت تحت الاحتلال البريطاني. طب تعال نشوف بقى ايه هو اصلا اسباب الاستعمار الاوروبي لقارة افريقيا. قال لك رقم واحد، البحث عن قال لك المواد الخام. زي ايه؟ قال لك المعادن والقطن والمطاط. طب بما تفسر؟ قال لك لتشغيل المصانع في اوروبا. طب رقم اتنين، قال لك فتح اسواق جديدة. طب هو هيفتح سوق جديد ليه؟ قال لك عشان يصرف فائض الانتاج الصناعي الاوروبي. طب رقم ثلاثة، قال لك استثمار رؤوس الأموال بحثا عن فرص استثمارية جديدة في قارة طبعا أفريقيا. طيب ليه؟ قال لك زيادة أرباح وثروات الدول الأوروبية. يبقى الراجل ده بيبتدي يبحث عن زيادة استثمار رؤوس الأموال عشان يبحث عن فرصة استثمارية جديدة، وعلشان يزود الأرباح وثروات الدول الأوروبية. وبكده الأسباب دي تعتبر أسباب اقتصادية. طب تعال نشوف رقم أربعة. قال لك رقم أربعة، حل مشكلة الزيادة السكانية. طب من خلال إيه؟ قال لك تهجير بعض سكان الدول الأوروبية التي تضاعفت. هنا بقى هيجي سؤال مهم جدا، يقول لي ما النتيجة المترتبة على تضاعف عدد سكان قارة أوروبا؟ أقول له جيم، انتشار البطالة فيما بينهم. طيب إيه اللي حصل بقى؟ قال لك هاجر بعض الإنجليز لجنوب أفريقيا. يبقى الإنجليز راحوا جنوب أفريقيا، وهاجر بعض الفرنسيين لشمال وغرب ووسط أفريقيا. ودي تعتبر طبعا أسباب اجتماعية. طب تعال نشوف رقم خمسة. قال لك الرغبة في تحقيق أمجاد قومية، حيث اتجهت بعض الدول الأوروبية زي إيطاليا وألمانيا. ليه؟ قال لك لاستعمار مناطق من أفريقيا. بما تفسر؟ قال لك ليكون لها أمجاد وقوة مثل إنجلترا وفرنسا. طب رقم ستة، قال لك إقامة قواعد عسكرية في المواقع الجغرافية المهمة بأفريقيا. طب بما تفسر؟ إيه السبب؟ قال لك رقم واحد، حماية الدول الأوروبية لمصالحها ومستعمراتها، يعني البلاد اللي هي محتلياها. رقم اتنين، تأمين طرق تجارتها، ودي تعتبر أسباب سياسية وأسباب عسكرية. طيب تعالوا نركز بقى ونشوف أساليب الدول الأوروبية. قال لك أساليب الدول الأوروبية لاستعمار قارة أفريقيا. قال لك اتبعت الدول الأوروبية مجموعة متنوعة من الأساليب لاستعمار قارة أفريقيا. طب تعال نشوف زي إيه. قال لك استغلال الشعارات الإنسانية. زي إيه؟ قال لك احتلال بريطانيا لزنجبار بدعوة مكافحة تجارة الرقيق. رقم اتنين، قال لك النشاط
التجاري زي ايه؟ قال لك استخدام الشركات التجارية والمصارف لتسهيل السيطرة الاقتصادية على الدول الإفريقية بهدف ايه؟ قال لك استعمارها، يبقى بيستغلوهم. طيب قال لك كمان سياسة الإقراض عن طريق ايه؟ قال لك منح الدول الإفريقية قروضا بفوائد مرتفعة جدا. طب ايه النتيجة المترتبة على ذلك؟ قال لك رقم واحد تراكم الديون على الدول الإفريقية. اتنين فرض الدول الأوروبية الدائنة الرقابة المالية عشان الدول الإفريقية ما كانتش عارفة تدفع. رقم ثلاثة قال لك التدخل العسكري بحجة ضمان تسديد الديون. طب تعال نشوف الامتيازات الأجنبية، وده تم عن طريق إيه؟ قال لك منح الجاليات الأوروبية امتيازات مكنتها من التدخل قال لك في شؤون الدول الإفريقية والسيطرة عليها. يعني إيه الامتيازات الأجنبية؟ يعني الأجانب في أفريقيا كان ليهم امتيازات كتيرة جدا، زي قال لك إعفائهم من الخضوع للقوانين المحلية، وده طبعا كان بيضر بسيادة الدولة. كان بيدي كمان الأوروبيين تسهيلات، يبقى الأفارقة كانوا بيدوا الأوروبيين تسهيلات وكانوا بيعفوهم من الخضوع لقوانين الدول الإفريقية. قال لك إيه كمان؟ قال لك الغزو الثقافي إزاي؟ قال لك استخدموا الثقافة كوسيلة للسيطرة من خلال إنشاء المدارس ونشر لغة المستعمر وجعلها لغة الدولة الرسمية، كما فعلت فرنسا في الجزائر، خلت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية في الجزائر. طب تعال نشوف الاحتلال العسكري. قال لك من خلال طبعا إرسال قوة عسكرية. إيه الهدف من القوة العسكرية دي؟ قال لك احتلال الدولة بالقوة رغم مقاومة شعبها، مثل الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882. وهنا بيوضح لك إن زنجبار عبارة عن مجموعة من الجزر وتتبع دولة تنزانيا حاليا. طب تعال نشوف سياسة الدول الاستعمارية في قارة أفريقيا. قال لك عملت إيه؟ قال لك ادعت، يعني كذبت الدول الاستعمارية أنها احتلت دول أفريقيا لنشر الحضارة والتقدم فيها ورفع مستوى المعيشة لسكانها، إلا أنها اتبعت سياسة هدفت لإيه؟ قال لك رقم واحد تقوية سيطرتها على قال لك الدول الإفريقية. اتنين تحقيق الرفاهية والتقدم للشعوب الأوروبية. تلاتة إضعاف الشعوب الإفريقية واستغلال مواردها. طب تعال نشوف بقى تم ده من خلال ايه؟ قال لك رقم واحد الحد من الحريات عن طريق ايه؟ قال لك كانوا بيمنعوا الشعوب الافريقيه من ممارسه حقوقهم السياسيه، مثل حق المشاركه في الايه؟ في الحكم. اتنين قال لك قمع الحركات الوطنيه التي تعارض سياسه المستعمر، واعتقال زعماء الحركات الوطنيه او نفيهم خارج البلاد، زي ما حصل مع الزعيم المصري سعد زغلول والزعيم الغاني كوامي نكرومة. يبقى حدث ده مع مين؟ قال لك الزعيم المصري سعد زغلول. حصل ده مع مين كمان؟ قال لك الزعيم الغاني كوامي نكرومة. طب رقم ثلاثة قال لك اتباع سياسة فرق تسد بهدف ايه؟ قال لك رقم واحد تمزيق الوحدة بين شعوب أفريقيا، يعني يتفرقوا يتخانقوا مع بعض. اتنين تسهيل السيطرة على قارة أفريقيا واحتلالها. وقد اتبعت الدول الاستعمارية نفس السياسة داخل الدولة الواحدة عشان يفرقوا بين أبناء الدولة الواحدة. يبقى دي سياسة فرق تسد، تسيطر على الدولة وتسيطر على الدول الإفريقية كلها من خلال بس إيه؟ قال لك الخلافات بين السكان لإضعاف روح المقاومة. رقم أربعة قال لك التمييز العنصري. كان السكان الأفارقة محرومين من كل حقوقهم التي كان يتمتع بها الأوروبيين المستعمرون، يعني اللي محتلين أراضيهم، مما جعلهم يشعرون بإباء. قال لك أنهم غرباء في أوطانهم. خمسة محاولة تدمير الهوية الوطنية، وده كان بيتم من خلال إجبار الشعوب الإفريقية على التبعية لها في جميع المجالات. طب تعال نشوف بقى أهم الآثار المترتبة على الاستعمار الأوروبي لقارة أفريقيا. طبعا ما زالت الشعوب الإفريقية تعاني من آثار الاستعمار الأوروبي حتى الآن، رغم حصولها طبعا على الاستقلال. طب تعالوا نشوف يا جماعة رقم واحد نهب الآثار التاريخية والتحف والمخطوطات والوثائق التي ترتبط بتراث الشعوب الإفريقية ونقلها فين؟ قالك إلى متاحف ومؤسسات الدول الاستعمارية، وده أثر ثقافي. معناه إن هم كانوا بياخدوا الآثار الإفريقية زي مثلا الآثار المصرية وكانوا يودوها مثلا في متاحف في فرنسا، في متاحف في بريطانيا، متاحف إيطالية. طيب قال لك رقم اتنين تمركز القواعد العسكرية الأجنبية
في مواقع إفريقية استراتيجية يعني مهمة، سواء مواقع برية أو بحرية، وده طبعا ليه أثر سياسي وعسكري. رقم 3، معاناة معظم الشعوب الإفريقية من الفقر والديون. طب بما تفسر؟ قالك بسبب استنزاف الثروات الطبيعية بالقارة الإفريقية، وده طبعا يعتبر أثر اجتماعي أدى إلى نشر وانتشار الفقر وكمان والديون. طب رقم 4، قال لك النزاعات والصراعات بين الدول الإفريقية. طب بما تفسر؟ قال لك بسبب تقسيم القارة وإعادة ترسيم حدود الدول لإضعافها سياسيا واقتصاديا. يعني قسموا القارة الإفريقية إلى دول صغيرة عشان يضعفوها سياسيا واقتصاديا، وده طبعا ليه كان أثر سياسي واقتصادي. 5، قال لك تحويل معظم دول القارة إلى سوق استهلاكية للمنتجات طبعا الأوروبية، اللي هي منتجات الدول الاستعمارية، مما أضعف اقتصادها المحلي، وده كان ليه أثر اقتصادي. كمان مرة يا جماعة، يبقى لما يجي يقول لك النتيجة المترتبة على الاستعمار: رقم 1، نهب الآثار التاريخية والتحف. 2، السيطرة على مواقع إفريقية استراتيجية سواء برية أو بحرية. رقم 3، معاناة الشعوب الإفريقية من الفقر والديون. 4، نزاعات وصراعات بين الدول قالك الإفريقية. رقم 5، تحول معظم الدول الإفريقية إلى سوق استهلاكية، وده أضعف القوة الاقتصادية للدول الإفريقية. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.